بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: موسوعة 1000 شخصية مصرية للمعي المطيعي. عمل رائع ثقافي جميل قيم. استمتعت بهذا الكتاب، والمؤلف لمعي المطيعي لبيب من مواليد أبو تيج أسيوط. صراحة دون أن أتعصب لمسقط رأسي، بلد عجيبة مبدعة. ولد في أكتوبر 1927 بعد 8 سنوات من ثورة 19 الشعبية الخالدة، وحصل على ليسانس الفلسفة من كلية آداب جامعة القاهرة سنة 50، ودبلوم الدراسات العليا في الصحافة والنشر عام 72. أشرف على النشر العام طوال 36 عاما، من الدار القومية إلى المجلس الأعلى للثقافة، واختير عضوا بالمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، وأشرف على مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر عام 1980، وترأس تحرير سلسلة 1000 كتاب الثانية من 1986 ل 1993. هذا العالم الفاضل أصيب بالشلل رحمة الله عليه، وتوفي عام 2003. كتابه من أمتع الكتب التي قرأتها، ومتوازن. وعندما تقرأ هذا الكتاب تقول: عمار يا مصر، دون أن تعصب إلى بلادي، من كافة النوعيات. وبحث ونقب وقدم لك في كتاب واحد 1000 شخصية مصرية. هل فعل أحد من الأكاديميين ما فعله لمعي المطيعي؟ مع تقديري للأكاديميين، الأكاديمية قتلتنا. البعض يقول: كيف من يقرأ لنا؟ يقرأ لنا متخصصون وباحثون ماجستير دكتوراه. لكن عندما يقوم هذا الكاتب المصري في 600 صفحة بتأليف كتاب موسوعة 1000 شخصية مصرية، عمل رائع للغاية. والكتاب صدر من مكتبة الدار العربية للكتاب، وهو عمل رائع للغاية فعلا، وصدر عام 2006. انظر، هذه هي الطبعة الأولى 2006. ألفت النظر إلى أن المؤلف رحمة الله عليه توفي 2003، من قبل أن يرى هذا الكتاب ويستمتع به. عمل علمي رائع للغاية. هناك المؤرخون المحترفون، وهناك المؤرخون الهواة، وأنا من عشاق متابعة ما يكتبه المؤرخون الهواة. يكفي أنهم لا يقعون في دائرة التقسيم الثلاثي الأكذوب الذي فتك بالمؤرخين الأكاديميين، فتستمتع بقراءة كتاباتهم دون قيود أكاديمية. للأسف الشديد أبعدتنا عن دائرة الثقافة. شكرا جزيلا.